السلام عليكم، انا خالد النهارده بعنوان افضل 10 مسلسلات في رمضان 2013. وطبعا جمله كل حلقه الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. ممكن مسلسل يعجبني ما يعجبكش، ده شيء طبيعي يا جماعه. من غير ما نطول في المقدمه نروح للمركز العاشر على طول. مسلسل القاصرات، واللي قصته بتحكي عن جواز الاسرات اللي منتشر جدا في الصعيد ومدى تاثيره السلبي، وبيركز المسلسل على شخصيه معينه وايه التاثير بتاع جواز القاصرات على الناس اللي حواليه وقد ايه هم معترضين على الموضوع دوت، ونشوف النتائج بتاعته فيما بعد وبتتوالى الاحداث. مسلسل صراحة الأداء التمثيلي كان من أكتر النقط اللي كانت شداني فيه، الأداء التمثيلي من الجميع كان كويس جدا، من كام ممثل كان رائع صراحة. والقصه بتاعته حلو، تقدم بشكل كويس، 30 حلقه مش مملين، ودي بالنسبه لي اهم نقطه في مسلسلات رمضان. فهو مسلسل حلو الصراحه. ونروح للمركز التاسع. مسلسل موجة حرة، اللي قصته بتدور عن ضابط شرطة ونشوف حياته ماشية ازاي بعد ما كبير العيلة بيتوفى ويعتبر والدتهم هي اللي بتدير العيلة. ومن الناحية التانية بنشوف عيلة تانية اللي مشكوك في التجارة بتاعتهم، داير عليهم شبهات كتير وبيكتشفوا مفاجآت كتير. صراحة هو مسلسل كويس جدا. نوعا ما شايف ان في ناس يعني ممكن نقول مدياله اكتر من اللي يستحقه، شايفين مسلسل عظيم، مسلسل من الافضل في تاريخ مسلسلات رمضان، مين مش عارف ايه. لا طبعا مسلسل كويس بس مش عظيم، فاهم؟ مش تحفه. هو مسلسل حلو مسلي، احداثه كويسه بريتم حلو باداء كويس جدا من الجميع، يستحق انك تتفرج عليه. نروح للمركز الثامن. مسلسل نيران صديقة، واللي قصته بتدور عن أصدقاء بتربطهم علاقة قوية جدا، بيرجعوا يتلموا تاني بسبب موقف ما، بنلاقي مفاجآت كتير كانت حاصلة في الماضي بتاعهم. من أكتر الحاجات اللي عجباني فيه الأداء التمثيلي صراحة، وطريقة السرد كانت جميلة جدا، والربط بين الماضي والأحداث اللي بنعيشها دلوقتي كان جميل الصراحة. فهو صراحة مسلسل حلو، من أفضل المسلسلات اللي نزلت في 2013، ويستحق مرتبة الصراحة عن جدارة. ونروح للمركز السابع. المسلسل الرائع بتاع العالمي سامح حسين، وهو مسلسل حاميها حراميها، وقصته بتدور عن اتنين اخوات بيتفرقوا عن بعض، واحد فيهم بيطلع محامي والتاني بيطلع حرامي، ولكن بيرجعوا يتقابلوا من تاني، وبيحاول الحرامي ده ان هو يتوب ويتجوز البنت اللي بيحبها، ولكن بيواجه مشاكل كتير. ببساطة من أجمل المسلسلات اللي ممكن تشوفها. مسلسل مش عظيم، مسلسل مش هتقول مثلا السيناريو تحفة الأداء تحفة، بس أضمن لك إن أنت هتستمتع. من أكتر المسلسلات اللي استمتعت فيها في العشر مسلسلات اللي هقولهم في الحلقة دي. مسلسل ممتع جدا، ودي كانت أكتر نقطة لفت نظري فيه. مسلسل مسلي بدرجة كبيرة، الأداء فيه كان كويس، القصة كانت حلوة، المشاهد الكوميدية كانت رائعة، كان فيه برضه بعض المشاهد الدرامية اللي كانت مؤثرة جدا. فهو مسلسل حلو جدا صراحة ويستاهل المشاهدة. نروح للمركز السادس. مسلسل اسمه مؤقت، واللي قصته بتدور عن واحد من رجال الأعمال اللي بينجح جدا بره وبيجمع ثروة كبيرة جدا، ولكن لما بيرجع مصر بعد حوالي 10 سنين بيتعرض لحادثة بيفقد بيها الذاكرة، وبيحاول يتعرف على نفسه. ببساطة مسلسل رائع مسلي جدا، من أكتر المسلسلات الممتعة واللي استمتعت بيها في 2013 إن لم يكن أكتر واحد فيهم. هو مسلسل من أفضل مسلسلات يوسف الشريف، وأضمن لك فيه إنك هتستمتع. ونروح للمركز الخامس. مسلسل خلف الله، قصته بتدور عن شخصية واحد عايش في قرية في الصعيد، وهو شخصية عندها مبادئ وشخصية كويسة جدا، اللي بيخلي أهل القرية كلهم بيحبوه، وبنشوف التأثير اللي بيحصل على القرية دي بعد الثورات اللي بتحصل. صراحة هو مسلسل حلو جدا، من أفضل المسلسلات اللي قدمها نور الشريف. أداء فيه كان رائع بمعنى الكلمة، كان في بعض المشاهد اللي تحفة اللي مأثرة معايا وفاكرها لغاية دلوقتي، رغم إن المسلسل بقاله يعتبر كده 11 سنة، بس بلا شك مسلسل رائع ومن أفضل أعمال نور الشريف كمسلسل. نروح للمركز الرابع. مسلسل الرائع والعالمي والأسطوري ومن غيره عادل إمام، مسلسل العراف. قصته ببساطة بتدور عن واحد من رجل أعمال لدكتور لسفير، كل الشخصيات دي في شخصية واحدة، وهو ببساطة نصاب محترف، لكن بيجي في الآخر وبيتم القبض عليه من ضابط سخر حياته كلها عشان خاطر يقبض عليه، وبيحصل مفاجأة ما بتقلب حياة الضابط وحياة النصاب 180 درجة. بلا شك من أفضل مسلسلات عادل إمام، بلا شك من أفضل المسلسلات اللي نزلت في الفترة الأخيرة. مسلسل رائع، كان فيه كوميديا كويسة جدا رائعة، كان فيه مشاهد درامية رائعة، كان فيه أداء تمثيلي ولا أروع، كان فيه سيناريو حلو وممتع، 30 حلقة مش مملين، 30 حلقة مفهومش مط، 30 حلقة مفهومش بطء في الأحداث. فبلا شك هو رابع أفضل مسلسل في 2013 بالنسبة لي. ونروح للمركز الثالث. المسلسل الرائع والممتع، من أكتر المسلسلات اللي استمتعت بيها أساسا كعمل رمضاني، مؤثر جدا حتى لو أنت متفرجتش عليه غير مرة مثلا، مش من الأعمال اللي أنت تحب تتفرج عليها التاني وتالت ورابع وخامس، بس من الأعمال اللي ممكن تتفرج عليها مرة واحدة بس وتأثر فيك، وهو مسلسل الزوجة الثانية،
وقصته بسيطة بتدور عن قرية بيسود فيها الظلم والفقر والجشع من شخصية العمدة عثمان، واللي بيقرر إن هو يتجوز من مرات واحد من الفلاحين عشان خاطر يخلف، وبيجبره إن هو يطلقها. ولكن بعد ما بتخلف بيبدأ يشك فيها، وهي بتقعد تلعب بيه لحد ما بتوصله لمرحلة الجنون. بلا شك من أفضل المسلسلات اللي شفتها الفترة الأخيرة، وبلا شك واحد من أجمل المسلسلات اللي عملها عمرو عبد الجليل. أداء ولا أروع، أداء تمثيلي من القصة كله صراحة، مش من عمرو عبد الجليل بس، كان جميل جدا. السيناريو والحوار فيه كان ممتع، مفيهوش مط، مفيهوش بطء في الأحداث. من أكتر المسلسلات اللي استمتعت بيها صراحة. ونروح للمركز التاني. طبعا ومن غيره السلسلة الأنجح والأفضل والأشهر والأمتع، سلسلة الكبير، والمرة دي مع الكبير قوي الجزء التالت. وقصته في الجزء ده بتدور حول شخصية حسنقوم والكبير وجوني، حاولتهم هما التلاتة للفوز بالعمودية في إطار كوميدي، وبيتعرضوا لمواقف كتير ومفارقات كوميدية كتير. طبعا يعني ما أعتقدش إن لسه في حد لسه محتاج إن حد يكلمه على مسلسل الكبير إن هو يتفرج عليه. من أفضل المسلسلات الكوميدية إن لم يكن أفضلهم. بلا شك هو أفضل مسلسل كوميدي ليه كذا جزء. ما أعتقدش إن في مسلسل كوميدي كان جزء واتنين وتلاتة وأربعة وخمسة وستة وكان كلهم حلوين باستثناء بعض الأجزاء في الآخر. ولكن بلا شك اللي ما فيش، اللي مش لاقي حد مختلف عليها لغاية دلوقتي، إن مسلسل الكبير أول 4 أجزاء الجميع استمتع بيهم. ده كان من ضمنهم ومن أكتر الأجزاء اللي استمتع بيها صراحة. نروح للمركز الأول. ما أعتقدش إن في خلاف، ما أعتقدش إن ممكن حد يكون اتفرج على المسلسل فعلا وكمله يخش يقول لي لا أنا ما يستحقش المرتبة الأولى. كل اللي قلتهم قبل منه هو مسلسلات حلوة، مسلسلات حلوة جدا. في بعضهم لا فعلا عمل رائع، مش رائع 10/10 بس أعمال حلوة جدا. ولكن الفرق بينهم وبين المركز الأول لا كبير يا جماعة. يا جماعة المسلسل اللي في المركز الأول فعلا في ليفل تاني، في مستوى تاني. اللي هو المسلسلات دول كلهم على بعض بيتنافسوا، طب أدي ده التالت والرابع، ولكن ده محسوم من قبل مكتب السكريبت أصلا. وهو مسلسل رائع والعالمي، من أكتر المسلسلات اللي استمتعت بيها في حياتي عامة. بنت اسمها زاد، بلا شك هو أجمل مسلسل نيللي كريم. بلا شك يمكن أعلى أداء ليها، أفضل سيناريو، أفضل قصة، أفضل تقديم، أفضل ريتم، أفضل ديكور، أفضل يعني فاهم يعني حتى على مستوى المكياج وشكلها اللي اتغير. إن في أول المسلسل تحس إنها عندها 15 سنة 17 سنة، في آخر المسلسل تحس إنها عندها 70 سنة. اتعمل مسلسل عظيم بمعنى الكلمة، كل تفصيلة فيه كانت رائعة. المسلسل ببساطة بيحكي الأحداث اللي حصلت في مصر في آخر 60 سنة، ده من وقت نزول المسلسل، يعني من فترة الستينات لحد فترة 2011 أو لحد الثورة. وبنشوف فيها الأحداث اللي مرت على مصر في ال60 سنة دول. ببساطة يعني ما أعتقدش إن دي يعتبر حرق. ذات هي مصر في ال60 سنة دول. ذات في ال60 سنة دول هو ده عمر ذات نفسه. التأثير اللي بيحصل عليها هو ده التأثير اللي بيحصل على مصر. مسلسل عظيم، أفضل المسلسلات اللي شفتها في مسلسلات رمضان. بلا شك واحد من أفضل المسلسلات في آخر 10 15 سنة، إن لم يكن واحد من أفضل 10 مسلسلات في آخر 20 30 سنة. مسلسل رائع معنى الكلمة صراحة. متعة، أداء، موسيقى، تصوير، ريتم، قصة. فعلا مسلسل عظيم ويستحق المرتبة دي. بالنسبة لي هو أفضل واحد فيهم. وسؤال الحلقة، أنت إيه بالنسبة لك أجمل مسلسل في ال10 مسلسلات اللي أنا قلتهم؟ ولو عجبك الحلقة تشترك والاشتراك، وسلام.